ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير يا حلوين. احنا النهارده هنعمل مع بعض كده وجبه غدا ل8 افراد ب60 جنيه. الكلام ده حقيقي؟ ايوه طبعا والله العظيم ب60 جنيه. تعالوا لما نشوف مع بعض كده احنا النهارده هنعمل ايه. جبت حوالي كيلو جمبري بلدي ب60 جنيه، موجود في السوق بالسعر ده، جميل جدا وفرصه. وقلنا نعمله مع بعض ايه النهارده؟ هنعمله كبيبه الجمبري. الجمبري ده انا قشرته وجهزت حاجات الجمبري كلها قبل الفيديو. نقعت يا دوب حوالي كوبايتين ونص رز او 3 كوبايات، ولو فات حبات عينهم في الفريزر. والجمبري اهو متقشر زي ما انتم شايفين. وجبت الخضره اللي هي البقدونس والشبت والحاجات دي، قطعتها مع بعضها كده. وجبت بصلتين كبار حلوين، هنبشرهم بالمبشره كده زي ما انتم شايفين مع بعض. وهناخد نص الكميه ونص الكميه التانية هنعمل تاني خطوه في الوصفه بتاعتنا. تمام كده يا حلوين. بشرنا اهو بصلتين كتار اهمت، شايفين الطبق بسم الله ما شاء الله مليان. طبعا مش هناخد كل ده في العجينه، هنقسمه بالنص كده. هناخد حبه دلوقتي وحبه بعدين. ولو الوصفه دي عجبتكم بقى ما تنسونوش في اللايك. وميرسي جدا لكل الحلوين اللي عملوا لي الكومنتات اللي فرحتني جدا جدا في الفيديو اللي فات. ميرسي ليكم يا حلوين، ربنا يخليكم ليا يا رب. شوفوا يا حلوين، انا نقع الرز ده بقاله حوالي ساعه. غسلته ونقعته في الميه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى ايه، هنصفيه من الميه ويطحن. بس احنا الحقيقه المفروض يعني كانت الوصفه دي ان انا اكون بدري شويه كده. نقعت الرز واحطيه في مصفى واسيبيه يتصفى كده حوالي ساعه او 2. لكن انا الحقيقه قمت متاخره كده، فعملت الفيديو سريع سريع ونشفته. انتوا بقى يا حلوين خلوكوا اشطر مني. والرز ده المفروض ان احنا نغسله قبلها بساعتين وننقعه ونسيبه يتصفى في مصفى، بدل حكايه ان احنا ننشفه والدوشه اللي انا هعملها دي. انتوا بقى خلوكوا اشطر مني وابقوا نقعوه ساعه وسيبيه ينشف في الصفايه، وبعد كده تاخديه على الطحن على طول. لكن انا دلوقتي بقى هنشف الرز زي ما انتم شايفين كده في فوطه مطبخ كده نظيفه. هنشف الرز من الميه خالص خالص عشان نعرف نطحنه في الكبه، في كبه الخلاط الصغيره. اما لو عندك كبه كهرباء كبيره عادي مفيش مشاكل، لكن الحقيقه عملت في كبه الخلاط الصغيره. زي ما قلت لكم حوالي من كوبايتين ونص ل3 كوبايات حسب ما الجمبري هياخد معاكي. شايفين الكبه الصغيره هي حلوين. بعد كده هنطحنهم طحنه خفيفه كده، مش هيبقى بودر خالص. هنسيب يا دوب الرزيه مكسوره شويه كده زي ما انتم شايفين كده. طحنتهم اهو حوالي كوبايتين ونص. تمام كده يا حلوين. الوصفه دي اسمها كوبيبه الجمبري. تمام. بعد ما طحناه يا حلوين، بعد كده بقى هنيجي نعمل تاني خطوه. هنجيب الكبه بتاعتنا وهنحط كل الحاجات الحلوه دي كلها كده مع بعضها ونطحنها مره واحده. هننزل بالجمبري. الوصفه دي والله طعمها جميل جدا جدا جدا، والجمبري فيها كده طعمه تحفه. والجمبري حاليا ب60 جنيه زي ما انا قلت لكم في السوق. هاتيه نعمل كفته، تعملي كوبيبه زي ما هنعمل النهارده، فرصه كده. وبعد كده بقى هننزل الجمبري ونزلنا معاه بالبقدونس والشبت والكزبره الخضراء. كله على بعضه كده في الكبه. وبعد كده هننزل بنص كميه البصل بس. تمام كده يا حلوين. وهنحط حوالي معلقه ثوم مفروم. بعد كده هنطحن بقى الكلام الجميل ده كله. تمام. هنطحن بقى الكلام الجميل ده كله وارجع لكم. تمام يا حلوين. اهو بعد ما طحنا الجمبري بالبقدونس بالبصل بثوم، هننزل بيه على الرز. الوصفه دي سهله وبسيطه وطعمها جميل جدا جدا جدا، ولو جربتوها هتعجبكم جدا. بس ما تنسونيش في اللايك يا حلوين. بعد كده بقى هننزل بالخلطه اهو على الرز بتاعنا. بعد كده هنبدا نحط بقى التوابل بتاعتنا. ادي الملح، وهنحط بقى توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وشطه وشويه كزبره ناشفه وشويه فلفل اسود. هنحط شويه بهارات كده هيدوا طعم جامد جدا. والكوبيبه هيبقى طعمها تحفه والبهارات بتبان فيها جدا، خصوصا بقى ايه ان خطوه السوا دي البهارات بتاخد منها يا سلام، بتبقى بجد يعني حاجه تجنن. بعد كده يا حلوين نزلنا كل البهارات اهو زي ما انتم شفتوا.
بعد كده هنحط ايه، هنحط سنه صغيره. ده ايه دوت اللي انا بحطه ده؟ ده نعناع، نعناع مطحون. ممكن تجيبي عودين 3 نعناع فريش كده، ولو ما عندكيش مطحون وتحطهم في الكبه. تمام يا حلوين. بعد كده هنقلب كده الكلام الجميل ده كله مع بعضه. مش هينفع طبعا نقلب بالمعلقه كده. شوف بقى احنا ايه الكلام ده مش هينفع معانا دكبيبه. هنعمل ايه بقى؟ نشتغل بس الحاجات اللي في ايدي دي. بعد كده بقى نشمر كده ونعجن كده العجمه التمام كده بتاعتنا، ونعجن الخليط ده كله كده مع بعضه. الرز تقيل، ما ينفعش نقلبه بسباتيولا او معلقه وكده، مفيش غير ايدنا بقى. وسوري بقى يا حلوين، انا ما بحبش اشتغل بجلافز بقى والكلام ده. خليكم احسن مني بقى يا حلوين والبسوا جوانتي ماشي. بعد كده يا حلوين بقى هنعمل ايه؟ هنجيب حله بعد ما عجننا العجنه كده. بعد كده هنجيب حله وهنعمل فيها الشوربه بقى اللي هي هيتسلق فيها الكوبيبه دي. هنعمل ايه بقى؟ نجيب بقيه البصل اهو، وبعد كده ناخده على النار ننشفه كده زي ما انتوا شفتوا كده حلوين. ننشفه من ميته الاول كده على النار. بعد كده نحط بقى شويه زيت صغيرين وهنحمرها، وننزل بقى بميه وكده، ونعمله ايه الشوربه بقى اللي احنا هنسلق فيها الكوبيبه. هنجيب بقى درجه التحمير يا حلوين زي ما بنعمل بالظبط كده اكلات الصياديه، وبنعمل البصله غامقه شويه كده عشان تدي معانا ايه لون بني كده. وبعد كده لما نحطها على النار وتغلى وننزل فيها بقى الكوبيبه. شوفوا يا حلوين كده، يا رب الدرجه تكون باينه معاكم كده، الدرجه اللي هي البني القافل ده، بس اوعوا تشط منكم. نحمر كده لغايه ما ايه ما نلاقيها بقى داخله في تحمير كده، انها هتغمق كده يا حلوين. بعد كده بننزل بميه سخنه من الكتل. شايفين الدرجه البني دي؟ هي دي اللي احنا بنعملها من البصل. لو افتح شويه بيبقى العجينه بيضه وشكلها مش لطيف. بعد كده حطينا فيها ورقتين لورا وشويه فلفل وشويه ملح. بعد كده هنسيبها تغلى على النار. نبدا اخر خطوه معانا كده اللي هي ايه، ننزل بالكوبيبه بقى. هنعمل ايه حلوين بقى؟ هنجيب طبق كده صغير في شويه ميه فاضيه عاديه كده، وبعد كده هنبل ايدنا منها كده وناخد قطع صغيره كده ونبططها ونعملها كده ايه شبه البرجر كده. تمام يا حلوين زي ما انتوا شايفين كده. تعملي بقى المقاس اللي انت عايزاه. المقاس ده بيبقى جميل جدا بقى عشان التحمير. بعد كده يا حلوين هننزل بيها كده بقى في الصياديه اللي هي شوربه الصياديه بتاعتها. هكمل الكميه كلها كده. بعد ما خلصت الكميه كلها كده يا حلوين زي ما انتوا شايفين، هنعمل الكميه كلها كده مره واحده وهنسيبها على النار كده. اول ما تبدا تتكتك كده وتغلي كده هنوطي عليها النار ونسيبها تستوي. هي مش بتكمل وقت كتير على النار، هي ما بتاخدش يعني حوالي 5 6 7 دقايق بالكتير، مش بتطول على النار يا حلوين ما تنسوهاش. بعد كده ناخد واحده كده نختبرها ونشوف كده ايه الرز استوى كده جواها ولا ايه. جامده اهي، دقتها كده لقيتها ما شاء الله جميله جدا. بعد كده يا حلوين هنطلعها بقى بعد ما استوت. هنطلعها كده بقى في صفايه، نصفي الميه اللي فيها بقى ونشتغل البصل والحاجات دي. زي ما انتوا شايفين وبسم الله ما شاء الله عملت كميه كبيره جدا. حقيقي الحله دي النهارده قضت ما شاء الله ما شاء الله حوالي 8 افراد. بعد كده يا حلوين بقى ايه هنفرغها صياديه وتاخدي جزء منها كده لو انت بتحبها محمره، ممكن تاخدي جزء منها كده تحمريه كده زي البرجر كده، بتبقى طعمها جميل جدا 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 والله. والتانيه برضو الصياديه ديت بتبقى طعمها جميل جدا. كفته الكوبيبه دي مشهوره هنا عندنا، هنا بنعملها كتير بس بالجمبري البلد الصغير. خساره يعني بتحطي فيها الجمبري الكبير كده وبتكلفيها الصغير طالما كده كده هيطحن. تمام يا حلوين، اخدت حبه كده حمرتهم جنب الباقي الصياديه زي ما انتوا شفتوا كده. بسم الله ما شاء الله. كيلو جمبري عامل قد ايه؟ ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، والناس الحلوه اللي بتبعت لي كومنتات الحلوه دي ما تنسونيش النهارده يا حلوين. عايزه منكم احلى كومنت واحلى لايك، وربنا يخليكم لي يا رب. شايفين يا حلوين اللي حاطين عليها البقدونس، شويه بقدونس كده عشان يرجلشوا الدنيا كده. دي الكوبيبه اللي هي المحمره، والتانيه اهي صيديه. ولو فاض منك طبق يا حلوين كده في بعد كده محدش اكله او فاض او كده، بتسخني الشوربه بتنزلي عليها بكرنب او 2 شوربه ترجع سخنت بقى زي ما كانت. دي الوصفه بتاعتنا النهارده، وصفه كوبيبه الجمبري. يا رب الوصفه تكون عجبتكم يا حلوين. اشوفكم